نسمي بسم الله. الأول هبتدي أعصج اللحمة. أنا هنا حطيت حوالي ربع كوباية زيت. أنا هنا يا بنات كمية البصل كبيرة لأني هعصج 2 كيلو لحمة. أنا لما بجيب اللحمة الجزء اللي عايزة أعصجه بعصجه على طول، وبستخدم منه جزء والباقي طبعا بحطه في أكياس في الفريزر عشان لو احتاجته بعد كده يبقى جاهز على طول. عشان كده انتوا شايفين كمية البصل كبيرة. هي هنا البصل كيلو الا ربع مع 2 كيلو لحمة. انا قلبت البصل بس شوية يعني دبل كده، ومش هحط بقى اللحمة كلها مرة واحدة علشان ما تنزلش ميتها. انا هحط جزء جزء، وشايفين النار عالية على الاخر لان احنا عايزين الاول اللحمة تاخد لون وبعدين تبقى تستوي براحتها. فانا هنا شوفي بفكك اللحمة من بعضها وبقلب وعلى نار عالية. النار العالية بتخلي اللحمة تحتفظ بالسوائل بتاعتها، وابتدي افكك اللحمة من بعضها واقلب. افضل اقلب على طول. هو انت طبعا لو هتعملي كمية صغيرة يعني تقريبا اللي انا حطيته ده نص كيلو خلاص يعني حطيها مرة واحدة، انما لو هتعملي كمية كبيرة زي انا ما بعمل كده حطي شوية شوية، وما تحطيش الجزء التاني غير لما الجزء الاولاني يتغير لونه. يعني انا بفضل اقلب كده على نار عالية لغاية لون اللحمة ما يتغير وما احسش ان فيها اللون البامبا بتاعها ده. افضل اقلب. معلش انا الجزء ده يمكن هيبقى اطول جزء في الفيديو عملية التعصيج، بس هي الفكرة ان انا بشوف الكل يعني شفت فيديوهات كتير بييجوا يعصجوا اللحمة بتكون كمية كبيرة يحطوها وتبتدي تكلكع اللحمة وبص الاقيها بقت كلها مية وهي لسه لونها فاتح. فهو المفروض ان انا افكك اللحمة كده من بعضها. ده التعصيج المظبوط للحمة علشان اخد نكهة حلوة ليها وقوام حلو كمان ما تبقاش فيها كتل. عصقت او قلبت الجزء الاولاني احط جزء كمان وبرضو افضل اقلب فيه افككه وبعدين اقلبه مع اللي انا عملته قبل كده وما زالت النار عالية. انت طبعا لما بتعصجي كمية كبيرة بتريحي نفسك بعد كده ما تحبي تعملي اي اكلة فيها لحمة معصجة بتبقى جاهزة معاكي خلاص، ما بتقعديش بقى تعصجي من اول وجديد. فدي برضو طريقة لتسهيل الشغل عليكي وخصوصا البنات اللي بيشتغلوا كده. انا خلاص قلبت اللحمة كلها مع بعضها وبرضو ما زالت النار عالية لان انا شايفة ان لسه مش كل اللحمة لونها اتغير، او شايفين مفيش اي سوائل نزلت. هنا بقى انا وطيت النار خالص واغطي عليها. بعد كده يجي 10 دقايق او 5 دقايق فتحت لقيت بدأت تنزل ميتها. انا ما حطيتش ولا ملح ولا اي توابل. هنا فضلت استنيت عليها لغاية ما شربت كل السوائل بتاعتها. خلاص شربت السوائل يبقى هي كده اللحمة استوت. هبتدي اتبلها بقى ملح وفلفل اسود، وطبعا الكميات بقى التوابل حسب كمية اللحمة اللي عندك. فانا عندي هنا حطيت بابريكا طبعا، قصدي اقول كركم وفلفل اسود وملح، وهحط بابريكا واحط معلقة من بهارات اللحمة. واحلى حاجة احلى تابل للحمة المعصجة هي القرفة. ما عندكوش فكرة القرفة لما بتتحط على اللحمة وهي بتتعصج قد ايه بتخلي ريحتها جميلة. خلصت بقى انا تعصيج اللحمة هبتدي اعمل البشاميل. هنا فكرة البشاميل انا مش بعمله باي دهون. انا بحط كمية الدقيق اللي انا عاوزاها او المناسبة مع الصينية اللي انا هعمل فيها على النار ههديها شوية وبدون اي مواد دهنية. هبتدي اقلب في الدقيق، هقلب في الدقيق لغاية ما احس افضل اقلب كده حوالي دقيقتين. هحس هاي يبتدي لونه يتغير اروح حاطه على طول اللبن. انا هنا الفكرة لان انا هحط كمية جبنة كتير فمش محتاجة بقى زيت الدهون. فالطريقة دي انا بس بشيل الرطوبة من الدقيق
وبرضو الطريقة دي بتديله نكهة حلوة. اكون محضرة اللبن عندي مسخناه، ممكن تحطي نص كمية لبن ونصها شوربة. انا ما كانش عندي شوربة فاخدت كمية اللبن اللي انا عاوزاها وحطيت عليها مكعبين مرق. انا بجيب مرق خضار بصراحة. فكرة البشاميل هنا انه مش متحددة بكمية. هي الفكرة انه كل معلقة دقيق مليانة قوي، معلقة كبيرة طبعا مليانة قوي، ليها كوباية وربع لبن عشان يطلع المكرونة البشاميل او اللازانيا اللي بتعمليها تطلع جوسي وجميلة. انا هنا حطيت بشرت شوية بس كده من جوز الطيب وشوية فلفل اسود. لو مش بتحبي اللون الاسود في البشاميل هاتي فلفل ابيض، بس يعني هي مش فارقة. انا لقيتها تخينة شوية فبديت ازود شوية لبن، لانه اللازانيا بتحب تبقى وانت بتاكليها كده جوسي وفيها البشاميل طري كده مش ناشف. تقريبا انا خلصت هنا البشاميل، خلاص اتعمل. تيجي ابشر بقى الجبنة عشان خاطر اللي هحطها في بين الطبقات. انا هنا جايبة جبنة شيدر صفرة والحمرة، ببشر من الاتنين. ده القالب، الحقيقة القالب ده كبير. هحط الطبقة من تحت. انا هنا اللحمة بعد ما عصقتها كنت ضاربة، بس انا نسيت اصور الجزء ده، كنت ضاربة حوالي كيلو طماطم في الخلاط وحطيته على النار لغاية ما بدأ ينشف، يعني مش ناشف قوي ولا صلصة، لا لسه مازال سائل. رحت حطيته على اللحمة عشان برضو لازم اللحمة تبقى برضو سايلة شوية عشان شرايح اللازانيا تمتص السوائل دي. شوفوا انا العلبة وريتها لكم، هم دول اللي عندي، شوية اللازانيا اللي عندي كانوا باقيين من صينية عملتها قبل كده. حطيت الطبقة من تحت وهرجع احط تاني طبقة بشاميل، طبقة لحمة معصجة، واحط طبقة بشاميل. بساوي عشان يبقى البشاميل في كل حتة، وابتدي بقى اخد رشة جبنة حلوة كده. هنا بقى انا عشان ما عنديش لازانيا تاني، دي لو تفتكروا اول يمكن فيديو عملته لكم طريقة عمل عجينة اللازانيا. الكمية دي اتبقت معايا، رصيتها وحطيتها بين في طبقات كده وبينها بلاستيك وشلتها في الفريزر. لما احتجتها طلعتها. ديكوا شايفين شكلها زي الفل، ما فيهاش اي حاجة. وانا حاطه لكم في الوصف الفيديو بتاع عمل اللازانيا. والله سهله جدا جدا، حتى لو ما عندكيش المكنه انت بترشي دقيق على الترابيزه عندك وبتفردي العجينه رقيقه وتقطعيها شرايح مستطيله. لكن هي بصراحه في المحلات غاليه جدا جدا، السوبر ماركت، علاوه على ان الدنيا غليت بشكل بشع، فنحاول ان احنا الحاجة اللي نقدر نعملها في البيت نعملها. فشرايح اللازانيا سهلة جدا انها تتعمل في البيت. انا فضلت ارص بقى طبقات متبادلة. في الاخر حطيت كمية البشاميل اللي اتبقت والحمد لله شوية اللازانيا اللي كنت شايلاهم في الفريزر كفوا الصينية. هي ده حوض كبير بصراحة. انا بقى كنت مفككه جبنه موزاريلا، حطيتها بقى فوق الوش. هدخلها فرن على 180 وفي الرف اللي فوق الوسطاني علشان ما اضطرش اشغل الشوايه. هي خلاص بتاخد كلها لون حلو. اول ما بتطلع طبعا بتبقى لسه طريه، المفروض ان انت بتسيبيها تهدى وبعدين بتقدميها بقى مع بقيه الحاجه اللي انت عاوزه تقدميها. ريحتها كانت جميلة قوي هي بتتعمل، لأن البشاميل والجبنة واللحمة المعصجة الجميلة بالطماطم الحقيقة والله طلعت طعمها الحمد